السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي واخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الرز بلبن. هنعمله بطريقة بسيطة وسهلة جدا وناجح من اول مرة. لو عايزة الرز بلبن بتاعك يطلع معاكي القوام كريمي وكمان الوش مكرمش، يبقى لازم تشوفي وتجربي الطريقة بتاعت النهاردة. الرز طالع معايا في منتهى الجمال، احلى واجمل بكتير من اللي احنا بنجيبه من بره. اوعدك بعد الفيديو ده مش هتشتري الرز بلبن تاني من بره ابدا. والطريقه مفيش اسهل وابسط منها. تعالوا كده واحده واحده نسمي الله ونشوف الطريقه بتاعتي عباره عن ايه. بس قبل اي حاجه نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. يلا نسمي الله ونشوف المكونات وكمان طريقه التحضير. نقول بسم الله. وكل اللي هحتاجه معايا النهارده لنص كوبايه من الرز المصري. طبعا احنا كلنا عارفين ان الرز بلبن ما بيتعملش بالرز البسمتي ابدا، لازم الرز المصري. انا اخدت هنا نص كوبايه الرز وحطيتها كده في بوله وغسلتها غسله حلوه قوي تحت الميه الجاريه. لازم الميه بتاعتك تبقى شفافه، يعني تغسليه لحد الميه بتاعته ما تبقى شفافه. بعد كده نزلت بيهم في الحله وعليهم 3 كوبايات ونص من الميه، ميه من الحنفيه عادي خالص. بعد كده هبتدي ان انا ارفعه على نار متوسطه لحد الرز بتاعي كده ما يغلي. بس لازم تبقى ايديا بالتقليب فيه على طول عشان الرز بتاعك ما يكتلش معاكي. هنا طبعا اول الرز بتاعي ما ابتدى ان هو يغلي، بدات ان انا بقى اقلبه كده تقليب مستمر. اهم حاجه في الرز بلبن ان انت تشتغلي على نار متوسطه عشان الرز بتاعك ما يلسعش، وتاني حاجه عشان ياخد سواي يبقى مظبوط. انا عايزه الرزايه تبقى دايبه كده في الرز بلبن بتاعي. بصي، وكل دقيقة أو دقيقتين كده بقلب على طول، وآخد حباية كده من الرز بتك عليها بصباعي. لو لقيتها دابت معايا يبقى انتي استوى، لو لقيتيها لسه يبقى محتاجة شوية من السوا كمان. بصي أنا بدأت إن أنا آخد رزاية أهي بتك عليها، لسه محتاجة لسه سوا، طبعا في مية. تعالي بقى للبن بتاعي. طبعا احنا عارفين كل مقدار نص كوباية رز بتحتاج لها كيلو من اللبن. يعني لو هتعملي نص كوباية يبقى كيلو لبن، لو هتعملي كوباية كاملة من الرز يبقى 2 كيلو من اللبن. تزودي دي بقى دي براحتك. وبما ان عندي هنا هستعمل اللبن المعلب، طبعا هو كامل الدسم بس مش بيبقى دسم زي اللبن الطبيعي. فانا كان عندي وش لبن في التلاجة، ابتديت ان انا احط كده معلقتين مع اللبن، تمام. وهحتاج كمان لكوبايه كامله من السكر. طبعا السكر هنا نسبي وحسب اختيارك ورغبتك. يعني لو بتحبيه مسكر قوي ممكن تزودي كمان عن الكوبايه، بس هي الكوبايه كانت السكر بتاعها مظبوط جدا. انا نزلت بكوبايه الا ربع من السكر، بدات ان انا اقلبه لحد ما داب كده ودقت اللبن لقيته محتاج ايه بقيه الكوبايه، رحت حاطه الكوبايه كلها. يعني نص كوبايه الرز حطيت عليها كيلو من اللبن وعليها كمان كوبايه من السكر، تمام. طبعا اول بقى ما بتنزلي باللبن بتاعك لازم ايديكي فيه على طول، ايديكي فيه على طول بالتقليب المستمر. بصي انا هنا زودت ربع كوبايه اللي كانت فاضله، يعني كل اللي انا استخدمته كوبايه كامله من السكر. تعالي بقى لاخر مكون انا هضيفه على الرز بتاعي. هجيب هنا نص كوبايه من اللبن وعليهم معلقتين كبار هرميين من النشا، وكمان عليهم معلقتين من الكريم جانتيه. بيخلي الرز بلبن ده في مكان تاني، بجد بيزود الطعامه بتاعته كده، بيبقى تحفه. الطعم بتاعه كده بيبقى زي العسل. لو متوفر عندك حطيه، لو مش متوفر خلاص ممكن تستغني عنه. هو كده كده مش محتاج اي حاجه، بس لو عندك ما تستغنيش عنه. اضافه معلقتين الكريم جانتيه على الرز بلبن بيخليه كده طعمه في منتهى الجمال. هنا بدأت ان انا ايه اقلبهم وادوبهم حلو قوي قبل ما انزل بيهم على الرز. وطبعا الرز على نار متوسطه زي ما انا قلت لك، وايديا كده فيه بالتقليب على طول لحد اللبن بتاعك. انت هتحسي ان قوام اللبن بتاعك ايه ابتدى ان هو يتقل شويه. انا هنا زي ما قلت لك انا مستخدمه لبن اللي هو المعلب، عشان كده حطيت معلقتين كبار من وش اللبن اللي كانت عندي في التلاجة. لو انت هتستخدمي لبن طبيعي ممكن تستغني عن معلقتين وش اللبن، بس انا حطيته عشان بس ايه يكمل الدسامه بتاعه اللبن المعلب، تمام.
طبعا هنا بصي انا كل شويه كده اخد رزايه واتك عليها. بصي يعني انا معاه للاخر، فضلت ها بالتقليب فيه لحد ما مسكت رزايه كده لقيتها دايبه معايا. يبقى كده الرز بتاعك مش محتاج اي حاجه وما فيهوش غلطه. هتبتدي بقى ان انت تنزلي بنص كوبايه اللبن وعليها النشا والكريم جانتيه وتقلبي على طول. هو اول ما تنزلي بالنشا بتاعك هيربط، وفي نفس الوقت انا ما كترتش نشا عشان انا عايزه الرز بلبن بتاعي لو حطيته في التلاجة وقعد معايا 3 4 ايام يبقى القوام بتاعه برضو ايه، كريمي مش متكتل. لو انت حطيتي نشا كتير يوم يوم بالظبط، وبعد كده بتلاقي الرز بلبن بقى ايه، بقى كتله كده في الطبق، بجد بيبقى طعمه مش حلو. بس اهم حاجه عندي ان انت ما تكتريش النشا في الرز بلبن عشان ما يكتلش معاكي زي ما قلت لك. تمام. اخر حاجه قبل ما اطفي على الرز رحت نازله بكيسين من الفانيليا، اديتها كده تقليبه ورحت رافعه الرز بتاعي من على النار. بدات بقى ان انا اغرفه على طول. يعني اول ما ترفعيه من على النار هتحضري الكوبايات بتاعتك او الكاسات بتاعتك او الاطباق وتفضي فيها كده على طول. طبعا اهم حاجه وانتي بتغرفي الرز بلبن تديله كده تقليبه وتغرفي على طول. حاولي تكون نسبه الرز مثلا تبقى معادله نسبه اللبن، يعني ما تحطيش في طبق رز كتير وحبه لبن صغيرين وطبق تاني العكس. لا، حاولي كده يبقى نسبه وتناسب، اللي هو تقلبي وتغرفي على طول. وعشان يطلع معاكي الرز بلبن بتاعك وش مكرمش تاخدي حبه لبن كده سايلين على وش الطبق. ده بقى الطبق الحبه دول هم دول الاساس اللي بيخلي الطبق بتاعك يعمل وش كده ويبقى حلو. بصي الحله بتاعتي ما فيهاش رزايه لازقه. تمام. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا دلوقتي هسيب الرز بلبن بتاعي على الرخامه زي ما هو من غير ما اغطيه ولا اجي جنبه. هسيبه لمده 3 ساعات، يعني ساعتين 3 اقل حاجه، لحد الرز بلبن ما يبرد معاكي خالص على الرخامه. هتبداي ان انت تغطيه. انا ما عرفتش ان انا اصور لكم تاني لما جيت اغطيه ودخلته، لا انا كده الرز بلبن كان خلص معايا. سبته 3 ساعات على الرخامه ورحت مغطياه، وبعد كده دخلته التلاجة من بالليل للصبح. طلع كده بالشكل ده. عشان يطلع معاكي الرز بلبن وش مكرمش لازم الخطوتين دول. خطوه اللي انت تحطي بس حبه لبن كده وانت بتعبي الطبق، وتاني خطوه تسيبيه يبرد خالص وبعد كده تغطيه وتدخليه التلاجة. بس طبعا بتدخليه التلاجة بعد ما يبرد تماما، بعد ما تتأكدي ان هو برد بتروحي مغطياه. ولو ما عندكيش مثلا طبق ليه غطا زي ما انا عملت كده، انا غطيت باطباق اللي هي العاديه الصغيره. كل طبق كده حطيت عليه طبق صغير اللي هو بتاع التقديم، ورحت مدخلاه التلاجة. والاطباق الصغنونه دي هي كده كده ليها غطا. سبته من بالليل للصبح وطلع معايا احلى واجمل رز بلبن. ايه رايك بقى في الجمال اللي قدامك ده؟ القوام طبعا انتوا شايفينه قوام كريمي وناعم، وبصي في منتهى الجمال، والطعم بتاعه روعه، والشكل بتاعه احلى واجمل بكتير كمان من الجاهز. ولا تقولي لي جاهز ولا اي حاجه، هتعمليه بنفسك وهيطلع معاكي بقوام كريمي ووش مكرمش، وهيطلع كمان احلى واجمل وانضف من الجاهز مليون الف مره، وكمان اوفر. يعني نص كوبايه الرز عملت لي كميه حلوه قوي من اطباق الرز بلبن. تحطيها بقى في تلاجتك في الحر اللي احنا فيه ده، تاكلي كده طبق يرطب على القلب. بجد طريقه بسيطه وسهله جدا، اتمناكي تجربيه بنفس الطريقه وان شاء الله هيطلع ناجح معاكي من اول مره. لو جربتي الطريقه مره هتعتمديها على طول. اتمنى الوصفه تعجبكم والرز بلبن بتاعي يعجبكم. نتقابل الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. سلام عليكم.